الحقيقة مؤلمة، محدش بيحب يسمعها. أحياناً الناس اللي بنتمسك بيهم أكتر من أي حد بيكونوا أصلاً مش متمسكين بينا. وأصعب حاجة مش إنهم مش بيحبوك، أصعب حاجة إنك تفضل تقنع نفسك إنهم بيحبوك رغم إن كل تصرفاتهم بتقول العكس. السؤال الحقيقي هنا: إمتى الحب يبقى حقيقي؟ وإمتى يكون مجرد وجود مؤقت لحد ما يلاقوا حاجة أحسن؟ في البداية كل شيء بيبان طبيعي: الرسايل الكتير، الاهتمام، السؤال المستمر، الإحساس إنك مهم. لكن مع الوقت تبدأ تلاحظ حاجة غريبة: إنك دايماً الشخص اللي بيبادر. أنت اللي بتسأل، أنت اللي بتفتح الكلام، أنت اللي بتحاول تصلح أي مشكلة حتى لو مش غلطان. والطرف التاني موجود لكن بروح غايبة. ودي أول علامة. اللي بيحبك بجد مش بيخليك تحس إن وجودك عبء، مش بيخليك دايما تحارب لوحدك عشان العلاقة تعيش. الحب الحقيقي مش محتاج مجهود خارق عشان يبان. مش لازم كل مرة تسأل نفسك هو لسه مهتم، لأن الشخص اللي بيحب بيطمنك بدون ما تطلب. فمرة واحد كان بيحكي إنه فضل سنة كاملة يبرر تصرفات شخص بيحبه. كل تجاهل كان ليه عذر، كل برود كان ليه تفسير، كل غياب كان أكيد مضغوط. لحد ما اكتشف الحقيقة المتعبة: إن الإنسان لما يحب بيلاقي وقت، حتى وسط الزحمة، حتى وسط التعب. الناس دايماً بتعمل مجهود للحاجات المهمة بالنسبة لها. وعارف إيه العلامة التانية؟ إنهم بيحبوا شعورك ناحيتهم أكتر ما بيحبوك أنت. يعني إيه؟ يعني يحبوا الاهتمام اللي بتديه، الاحتواء، وجودك الدائم. لكن أول ما تحتاج منهم نفس الشيء يختفوا. العلاقة هنا بتتحول لحاجة مرهقة جداً. تبقى عامل زي شخص بيصب مية في كوب مكسور. كل مرة تدي تلاقي نفسك فاضي أكتر. والأسوأ إنك تبدأ تشك في نفسك: يمكن أنا حساس زيادة، يمكن أنا بطلب كتير، يمكن المشكلة فيا. لكن الحقيقة إن الحب الصحي مش بيخليك تحس إنك صعب التحمل. العلامة التالتة مؤذية جدا: إنهم يتواجدوا وقت راحتهم فقط، لما يكونوا زهقانين، محتاجين اهتمام، حاسين بالوحدة. لكن وقت حزنك أنت، وقت انهيارك، تلاقي أعذار، اختفاء، أو ردود باردة جدا، كأن مشاعرك حمل ثقيل. وده لأن بعض الناس لا يبحثون عن الحب، هم فقط يبحثون عن مكان يهربون إليه عندما يشعرون بالفراغ. وفي فرق كبير جدا بين الشخص اللي يحبك والشخص اللي يستخدمك كمسكن مؤقت لوحدته. وفي علامة ناس كتير بتتجاهلها: إنك تبقى دايما خايف تخسرهم، خايف تقول اللي مزعلك، خايف تعترض، خايف تكون على طبيعتك. الحب الحقيقي فيه أمان، مش توتر دائم. مش طبيعي إنك تقضي أغلب وقتك بتحاول تكون كفاية لشخص، لأن اللي بيحبك فعلا مش بيخليك تتسابق طول الوقت لإثبات قيمتك. وأحيانا أقصى علامة على الإطلاق هي إنهم يشوفوا ألمك بوضوح وما يفرقش معاهم. يمكن يعتذروا بالكلام، يمكن يقولوا ما قصدتش، لكنهم يكرروا نفس الأذى بنفس البرود. الناس اللي بتحب بصدق بتحاول ما توجعكش حتى في أسوأ خلافاتهم معاك. عارف إيه اللي بيخلي الواحد يتمسك رغم كل ده؟ الذكريات، فكرة الشخص مش حقيقته الحالية. إحنا أحياناً بنحب النسخة القديمة من الناس ونرفض نصدق إنهم اتغيروا. وده اللي يخلي الإنسان يقعد شهور أو سنين متعلق بأمل صغير جداً: رسالة متأخرة، اهتمام مؤقت، لحظة حنان نادرة. كأن القلب بيعيش على الفتات ويقنع نفسه إنها مائدة كاملة. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة: إن الحب مش المفروض يستهلكك بالكامل، مش المفروض يخليك تبكي أكتر ما تضحك ولا تشك في نفسك كل يوم. الحب الحقيقي هادئ، واضح، دافئ، مش لعبة تخمين مستمرة. ولو لقيت نفسك دايما مرهق، قلقان، منتظر ومش مفهوم، يمكن المشكلة مش إنك صعب تتحب. يمكن المشكلة إنك بتحاول تاخد حب حقيقي من شخص لا يعرف أصلاً يعني إيه يحب. وفي النهاية أصعب قرار ممكن تاخده أحياناً مش إنك تسيب شخص،
لكن إنك تعترف لنفسك إنهم عمرهم ما كانوا بيحبوك بالطريقة اللي كنت تستحقها. ولو وصلت لحد هنا، فعايز أسألك سؤال واحد بس: إيه أكتر علامة خلتك تكتشف إن شخص معين ما كانش بيحبك بجد؟ احكي قصتك في التعليقات، يمكن كلامك يساعد حد لسه بيحاول يفهم الحقيقة.